حضراتكم احنا النهارده موجودين في قصر الامير محمد علي في المنيل، عشان بس نرصد لكم القصر وجماله. مفيش تفصيله متسابه في قلب المكان حتى السقف. بمجرد بقى ما دخلنا القصر بتاع الاقامه للامير محمد علي، طبعا حضراتكم شايفين دي النافوره المفترض كانت داخل القصر، وعلى طول بقى في وشك هتلاقي على يدك اليمين احد الغرف. الله، التفاصيل تحفة تحفة، فوضى عاملة ازاي. مفيش سنتي كده متساب للصدفة، لا، كل حاجة محطوط فيها لون مختلف، فيها حاجة تخطف عينك، منظر غاية 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 في الجمال، ما شاء الله. طيب دي بقى بيسموها غرفة المراية، دي نظرا اللي موجود فيها مراية اهي، تقدر تاخد فيها سيلفي. يعني بص ادي مراية اهي، والناحية التانية مراية اسمها اهي باب المراية. دي بقى يعني دي كانوا بيستخدموها لايه؟ لمجالس الادباء والشعراء. وطبعا السبب ان هم سموها بهو المرايا ان هي ايه؟ موجود فيها مرايتين متقابلتين، يعني مجرد ما انا اهو قدام حضراتكم اهو واقف اهو ابقى ظاهر. طيب لما احنا بقى نكمل، طبعا اهو مجالس كتير، مقاعد، وكمان حجرة الحريم. حجرة الحريم اهي، طبعا هم حاطين حواجز كده عشان محدش يخش ويلمس الفرش، يعني عشان دي كلها حاجات اثريه. ده تمثال للخديوي اسماعيل اللي هو جده، شايفين الشكل عامله ازاي من النحاس. تعالوا نخش على المكتب بتاع الامير محمد علي. شايفين المكتب بتاعه؟ بس ده المكان اللي هو كان جالس فيه، كان بيقعد فيه وهو العين. حتى لما حماته جات له من بره، عمل لها غرفه كلها الارسم اللي هي هتشوفها في العرش اصليه، الثوره بتاعته. وكان هنا كان بيقعد وقدامه الناس. لا هو المره الاخيره هو طلب ان هو يدفن، طبعا هو مات في سويسرا، طلب ان هو القصر ده يبقى ملك للدوله، ما كتبوش باسمه ولا كتبوا لحد، وبعد كده توفى في سويسرا ودفن هناك. برضه هي الساعة من أيام الأمير محمد علي موجودة هنا في قلب القصر. السقف مفيش سنت فيه متساب، يعني التفاصيل كتير وتحفة الحقيقة. ده يعتبر أول تكييف دخل مصر سنة 1904. 1902. اوكي 1900. ده كان يقيم فيها الأمير محمد علي، وتم إنشاء القصر ده 1902 زي ما حضراتكم شايفين كده. ده أول تكييف جه مصر اهو. تحفة فنية بصراحة. ايه الجمال ده اهو. شايفين برضه التكييف ده؟ طبعا احنا ممنوع ان احنا نخش، احنا اخرنا ان احنا نخش او نتفرج من بره. الله على الجمال، ريحة المكان ذات نفسه كده بينبئ بالزمن الجميل، العصر الذهبي. شايفين اللوحات حتى كمان أثرية اهي، الابواب تفاصيلها. اعلى منه ما كانش حد قاعد يقعد على في الطعام. ما شاء الله، دي كلها نباتات نادرة. الأمير محمد علي جابها معاه من بره مصر عشان يحطها في المكان اللي حضراتكم شايفينه ده، في قصر محمد علي بالمنيل. طبعا احنا الدخول من بره ب20 جنيه للزائر العادي، انما للطلاب من سن يعني 6 سنين لحد الجامعة الطفل ب5 جنيه. طب اللي قبل ال5 سنين دخوله بدون اي فلوس، هيخش ببلاش خالص. طبعا يعني برضو بسأل على موضوع الاكل، قالك ان هو ممنوع دخول الاكل، بس يعني لو سندوتشات بسيطة خالص يعني محدش هياخد باله منها يعني.
طبعا انت في بوابه تفتيش او بوابه اكس راي انت بتعدي من عليها وبتخش للشباك التذاكر، بتقطع التيكت بالفيزا، مفيش نقدي. يعني اللي يبقى داخل هنا لازم يبقى معاه فيزا عشان يقدر يخش. طيب المكان بيفتح من الساعة كام؟ بيفتح من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 4:30 بيبدأوا يخلوا المكان. هو فعليا بيقفل الساعة 5، ولكن هم بيقفلوا القصر يعني الساعة 5 مساء، ولكن هم بيخلوا المكان الساعة 4:30 مساء. طبعا قدام حضراتكم تفاصيل كتير طبعا، يعني شايفين النخلة مايلة ازاي وطبعا اهو كافيتيريا ودورة المياه اصلا شكلها تحفة. بصوا